السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اليوم غادي نوجد معكم عصير ديال القشور ديال الدلاح. عندي اليوم هنايا القشور ديال الدلاح. هنايا عندي حامضه، العصير ديال حامضه وحده. هذا العصير غادي نشربوه بلا سكر. غادي نحيد هاد القشور هادو، وغادي نقطعهم هنايا، وغادي نطحنهم وغادي نصفيهم نديرهم في قرعه ونشربوهم على النهار كامل. النهار الاخر يمكن لينا ثاني نوجدوا واحد اخر ونبقاو نشربوا فيه في بلاصه عوض نشربوا الماء. غادي نشربوا هذا العصير ديال القشور ديال الدلاح. هما صحيين ومزيانين، عندهم فوائد زوينه. انا غادي نقطعهم كاملين وغادي نطحنهم او جمعوهم في هاد الوقيته ديال الدلاح. جمعوهم واحتفظوا بهم بحال هكا وطحنوهم مع الماء وديروا لهم حامض وظلوا النهار كامل نتوما تشربوا فيهم. هما مزيانين. نتمنى هاد الوصفه تعجبكم. ما تنسوش تبارطاجيو الوصفه باش تكون الافاده عامه. هنا غادي نزيد ليه الحامض. انا دابا درت هاد الكميه. الا بغيتو تزيدوا تضاعفوا الماء، ديروا الماء باش تشربوا هاد لتر ونص كامل. الا ما بغيتوش خليوه غير بحال هكا وعاودوا صايبوا الوصفه حتى هي. نتمنى هاد المشروبيه الاعجاب لكم. بدون سكر، احتفظوا غير بداك الحلاوه ديال هذاك القشور ديال الدلاح فقط. واللي بغى يزيد الحلاوه ديال السكر يزيدها، وانا كنفضل تشرب كي بحال هكا. كنتمنى هاد وصفتنا الاعجاب ديالكم. ما تنساوش تبارطاجيو الوصفه باش تكون الافاده عامه. والسلام عليكم والى اللقاء مع فيديو جديد ان شاء الله.